نرجع ونقول كذلك تتصفح السوشيال ميديا لدى الخمس الفرق العربية المشاركة في كأس العالم بصراحة وبأمانة بدون زعل. الوداد أقلها كبرامج، كمقالات، كمواضيع. لا بالعكس، الوداد يمثل المغرب، يكون مفروض اهتمام أكثر. روح على فريق العين، ما شاء الله العين دعم معنوي وإعلامي كبير يستحق طبعا الزعيم العيناوي. تروح على الأهلي المصري كذلك برامج موجودة تخدم الأهلي المصري، والاستديوهات موجودة في أمريكا. تروح كذلك على الترجي، اهتمام شعبي كذلك من الشارع التونسي للترجي. تروح على الهلال كذلك شعبية الهلال جارفة في المملكة العربية السعودية كجمهور كإعلام. أما الوداد لا، أقلها صراحة دعم. وأنا متابع للفرق الخمسة بصراحة، سوينا طبعا إحصائيات أو قراءة فنية، هي الأقل طبعا متابعة أو ممكن اهتمام للأسف من بعض البرامج أو حتى القنوات، عشان ما نقول اسم القنوات والناس تزعل من الأخير. نشوف الصورة الثانية. اليوم يمكن بحميد القنوات المغربية الرياضية ما أصبح عندها هذاك الشغف الرياضي بالضبط. فيوم يغيب عندك الشغف ويغيب عندك هذا، بالتالي أنت ما تركز على هاي التفاصيل. ولا اليوم مشاركة عالمية في محفل عالمي، اليوم في نادي يمثل رياضة المغرب ويمثل كرة القدم المغربية، ما الأضواء ما تسلط عليه، ما يدعم معنويا نفسيا ذهنيا لأجل يستشعر الفريق واللاعبين والجمهور بأن فعلا هذا الفريق رايح يمثل صحيح كرة القدم المغربية. صحيح. يعني علامة استفهام صراحة. إن شاء الله. وأنا أرجع وأقول لك مرة أخرى أن ممكن الشغف أصبح مفقود لدى كل القنوات الرياضية أكيد. في المغرب. على فكرة ترى بعثة الإعلامية للمغرب للوداد عفوا المغربي وصلت أمس يعني فممكن التحضيرات كانت شوي متأخرة، بس نبغى نشوف منهم أشياء إن شاء الله. طبعا نتكلم عن البرامج والقنوات المغربية الموجودة الآن أو حتى المنصات الرياضية المغربية. طبعا قل يمكن الاهتمام، ولكن إن شاء الله في قادم الأيام كلها اجتهادات شخصية بالضبط من منصات شخصية بالضبط، مش منصات اللي هي أكيد رسمية. هذا اللي نقول عنه بصراحة.